في الفيديو ده هقولك على 7 خطوات بسيطة تساعدك تصحى بنشاط كل يوم وتتخلص من الكسل الصباحي. حاسس ان جسمك مكسر ومش قادر تتحرك، حاسس انك لسه مرهق مش مركز ومش قادر تبدأ يومك بطاقة. لو ده بيحصل لك كل يوم يبقى المشكلة مش في عدد ساعات نومك، لكن في ازاي بتصحى من النوم وازاي بتجهز نفسك قبل ما تنام. وخليك معايا للآخر عشان في خطوة كتير مننا بيعملها غلط وهي اصلا من اسباب احساسك بالتعب. عشان تعرف كل ده واكتر خليك معايا، صلي على النبي ويلا بينا نبدأ. دلوقتي هقولك على الخطوات اللي لو حاولت تنفذها اوعدك ان جودة نومك هتكون احسن وهتصحى فايق كل يوم. اول خطوة هي انك تنام في الوقت الصح. الموضوع في الحقيقة مش بعدد ساعات النوم لكن باوقات النوم نفسها، لان جسمك عنده ساعة بيولوجية ودي اللي بتنظم افراز الهرمونات اللي بتساعدك تنام وتصحى. فلو اتعودت انك تنام وتصحى في نفس الوقت كل يوم حتى لو عدد ساعات النوم نفسه اقل، تحس بطاقة اعلى بكتير من لو انت بتصحى كل يوم في وقت مختلف. وحاول تنام ما بين الساعة 10 ل 12 بالليل، لان ده الوقت اللي جسمك بيبدأ يفرز فيه الميلاتونين بشكل اكبر، وده الهرمون اللي مسؤول عن الاحساس بالنعاس وفعلا هيكون صديقك لو عايز تحسن جودة نومك. تاني خطوة معانا انك لازم تبعد عن الموبايل قبل النوم. الضوء الازرق اللي بيطلع من شاشة الموبايل بيخدع عقلك ويخليه يفتكر ان الدنيا لسه نهار، وده بيقلل افراز الميلاتونين واللي زي ما قلت لك ان هو مهم جدا عشان انت تنام كويس. فحاول تبعد عن الشاشات في اخر ساعة قبل ما تنام، وحاول تخلي اخر ساعة دي للقراية في ضوء خافت مثلا او انك تقعد مع اسرتك. تالت خطوة انك ما تضغطش على الغفوة او السنوز. لما المنبه يرن وانت تعمل غفوة، المشكلة انك بتدخل جسمك في دورة نوم جديدة لكنها مش دورة نوم حقيقية، وانت هتصحى كمان 5 او 10 دقايق بالكتير. ولما تصحى بعدها هتحس بتعب اكتر لانك صحيت من اول مرحلة في النوم. ولما تكرر ده اكتر من مرة انت كده بتدمر عقلك ومستحيل تقوم فايق وهتفضل في دوامة ما بتخلصش. وانا شخصيا حصل معايا الموضوع ده قبل كده وفضلت اعمل سنوز 3 ساعات كاملين، وكل شوية ازود تلت في نص في تلت، والموضوع عمره ما بيتحسن لانه فعلا جسمك عمره ما هيحس ان هو ارتاح. ولازم للاسف هنا تقوم وتتقبل ان جسمك هيكون تعبان لباقي اليوم، بس لما يومك يمشي هتبدا تحس بنشاط تدريجيا، لكن هي مش احسن طريقه انك تصحى بيها. طب والحل هنا ايه؟ انك تحط المنبه بعيد عن السرير، ويا سلام لو هو منبه حقيقي مش موبايل، بحيث ان انت بدل ما تمد ايدك عشان تطفيه انت هتضطر تقوم من مكانك تمشي لحد هناك، والمشوار الصغير اللي انت هتعمله ده فيه فرصه كبيره ان هو هيديك طاقه كفايه انك تبدا يومك. رابع خطوة ان اول حاجة تعملها بعد ما تقوم انك تشرب كوباية مية. وانت نايم جسمك بيفقد ترطيبه، ده هيسبب لك احساس بالجفاف والارهاق اول ما تصحى، بس لما تشرب كوباية المية وتسمح لجسمك ان هو يترطب هتحس فعلا بفرق في نشاطك الصبح. لو انت من الناس اللي بتحب تشرب قهوة، هو الكافيين هيديك طاقة الصبح ويخليك تقوم فايق، بس انا منصحش ان دي حاجة تكون بتعملها كل يوم عشان ما يكونش جسمك معتمد على الكافيين بشكل اساسي للفوقان الصبح وتبقى على طول تعبان من غيره في اليوم اللي انت ما شربتش فيه. واعتقد الناس حست بالموضوع ده في رمضان، وهي دي الحاجة اللي قلت لك ان في ناس كتيرة بتعملها غلط. بقول لك ركز معايا وصحصح كده ودوس على اللايك يلا عشان تكمل معايا الفيديو للاخر. خامس خطوه معانا انك تعرض جسمك لضوء الشمس. ضوء الشمس الطبيعي بيساعد جسمك على ضبط ساعتك البيولوجيه وبيقول لجسمك يلا اصحى وفوق. فحاول تتعرض للضوء في اول نص ساعه من يومك، سواء عندك شباك في الاوضه هتفتحه او هتطلع على البلكونه بره. تعرضك للضوء في اول نص ساعه من يومك هيخليك تحس بفوقان اكتر بكتير. سادس خطوه انك تحرك جسمك، وهنا ما اقصدش تمرين رياضي تقيل، انت بس ممكن تتمشى شويه في البيت او تعمل شويه ستريتشات او حتى تنزل تلعب ضغط. اي حركه بسيطه عشان بس تزود ضخ الدم في جسمك وتخليك تفوق بسرعه. سابع خطوه انك تبدا يومك بمهمه سهله، حاجه بسيطه زي انك تروق السرير او تعمل فطار او حتى تروح تاخد دش. ده بيديك احساس بالانجاز وانك في اول نص ساعه من يومك خلصت حاجه من اللي وراك، فعايز تقوم يلا بقى وتخلص الباقي. وده هيخليك تبدا يومك بحماس وعندك استعداد تخلص مهام اكتر بدل ما انت ما كنتش عارف هتعمل ايه في الاول. الخطوات دي تبان بسيطه لكنها قويه وفعاله جدا لو التزمت بيها. دلوقتي عايزك تجربها لمده اسبوع، وتعالى بعد اسبوع اكتب لي كومنت وقول لي هل الموضوع فرق معاك فعلا ولا لا. ولو عايز تعرف ايه اللي هيحصل لجسمك لو ما نمتش خالص اتفرج على الفيديو ده. ما تنساش اللايك والسبسكرايب واستنى الفيديو الجاي. كان معاكم مستا وسلام.